السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة مع الكابتن إسلام. في نغمة طالعة من امبارح إن نادي الزمالك بيدرس الانسحاب من كأس السوبر اعتراضا على احتمالية مشاركة كهربا مع النادي الأهلي. وبغض النظر عن إن الزملكاوية شايفين إن اللي عمله كهربا وكأنه قتل قتيل ويستحق الإعدام، مع إني شايف إن الموضوع حتى لو افترضنا إن كهربا أخطأ، ولكن الخطأ بسيط ما يستدعيش أبدا كل الهيصة اللي معمولة دي. ولكن أنا عاذر الجماهير وعاذر نادي الزمالك، طبيعي إن هم ياخدوا الموقف ده من اللاعب، ولكن ده بيطرح سؤال: هل قرار الانسحاب القرار الصح أو الأصوب لنادي الزمالك؟ هرد على السؤال ده بإن إيه تصرف الأهلي اللي هيعمله لو كان هو مكان نادي الزمالك. الأهلي كان بمنتهى البساطة كان هيعمل الآتي: طالما الأهلي شايف إن اللوائح في صفه وإن مشاركة اللاعب لو شارك هتبقى فعلا مخالفة، كان هيعمل الآتي: ما كانش هينسحب، كان هيشارك في المباراة عادي جدا، وبعد ما يشارك أيا كانت نتيجة المباراة كان هيصعد الموضوع للفيفا. وساعتها لو صدر قرار من الفيفا إن مشاركة اللاعب غير قانونية، في الحالة دي حتى لو الأهلي كسب كان هيعتبر إن هو مهزوم في المباراة لمشاركة لاعب بشكل مخالف، وهتصبح النتيجة في صالح نادي الزمالك. يبقى في الحالة دي هتبقى في صالح النادي الأهلي. يبقى التصرف الصح لنادي الزمالك لو هم شايفين ان موقفهم قانوني، وهم طبعا معاهم اصغر مؤلف قانون في مصر، ان التصرف الطبيعي ان هم اللي يعملوه مش ان هم ينسحبوا. طالما انت شايف ان انت موقفك سليم، وطالما انت شايف ان اللوائح في صفك، وان اللاعب قانونا مش من حقه ان هو يشارك، لا، الصح انك انت تلعب، بل بالعكس انت تلعب وتطالب ان اللاعب يشترك. ليه؟ عشان خاطر حضرتك تبقى ضامن ان انت لما تصعد الموقف بتاعك للفيفا واللوائح بتخدمك تطلع مشاركة اللاعب غير قانونية. وهنا يعتبر الاهلي، حتى لو الزمالك اتغلب، يعتبر الاهلي هو اللي مغلوب، ويتحول كاس السوبر لو الاهلي كسبه ان شاء الله من النادي الاهلي لنادي الزمالك. انما حته التهديد بالانسحاب، انا بعتبر ان الكلام ده مجرد فنجرة يعني دايما الزمالك الفرق ما بينه وما بين الاهلي ان النادي الاهلي لما بيجي ياخد موقف بياخده طبقا للوائح، بيبقى عارف اللوائح ايه ودارس القوانين كويس، وبيبقى عارف ايه الخطوات اللي بياخدها عشان يضمن حقه. انما الزمالك بياخد اي موقف تحت بند كلمة اشمعنى بتعمله مع الاهلي، ما بياخدوش ببند ان هو ايه اللوائح ايه وايه الصح، لا، بياخدها بعلو الصوت، عاوز ياخدها بالبلطجة، عاوز ياخدها بفرض العضلات، لكن باللوائح وبالقوانين ملوش في السكة دي. لو الزمالك موقفه قانوني، التصرف الصح انه يلعب ويخلي الشكوى بتاعته يوصلها للفيفا، ولو مشاركة كهربا غير قانونية هيبقى ضامن ان هو كده كده واخد البطولة حتى لو كهربا شارك. انا كده خلصت حلقتي، ورب دايما اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.